كاينه حاجه وحده اللي تقريبا كاع الناس كيتفقوا عليها، واللي هي انهم كيبغيو الفلوس. ولكن واش الفلوس بوحدها كافيه باش تخليك لاباس عليك، ولا كاين سر اخر؟ اليوم غادي نكتشفوا واحد الفكره من كتاب سيكولوجيا المال، وكنوعدك انه مورا ما غتسالي هذا الفيديو غتبدل الطريقه باش كتشوف الفلوس. وباش تفهم اكثر بدك تخيل معايا هذا البلان. دابا كاينين جوج ديال الصحاب، ياسين وعمر، بجوجهم تخرجوا من نفس المدرسه، خدموا في نفس الشركه وبنفس الخلصه، ولمده عام كانت حياتهم تقريبا متشابهه. ولكن من مورا سنوات ياسين وقت ما تزاد في الخلصه ديالو كان كيزيد من المصروف ديالو، وكيزيد يخسر اكثر ويصرف اكثر. طوموبيله جديده، تليفون جديد، مكانه جديده، سفر، المهم فين ما كانت شي حاجه كيخسروا عليها الناس الفلوس كيمشي يخسر حتى هو فيها الفلوس. وكل مره كيقول انا خدام خاصني نطبع فلوسي. اما بالنسبه لعمر فراه ما كانش سقران، بالعكس هو كان كيعرف فين خاصو يصرف الفلوس وفين ما خاصوش يخسرها. كل شهر كان كيخبي واحد جزء صغير من الفلوس ديالو، وما كانش كيحاول انه يبان على الناس. دازت 10 سنين والشركه اللي كانوا خدامين فيها بجوج دارت افلاس. ياسين بقى غارق في الكريديات. اما بالنسبه لعمر فراه كان عنده واحد القدر ديال الفلوس كان كافيه بد ما يلا يلقى خدمه جديده او لا فرصه باش يستثمر في شي مشروع ولا شي مجال. في نظرك شنو هو الفرق اللي كان بيناتهم؟ واش كان ياسين مكلف؟ لا. واش كان عمر كيربح اكثر؟ حتى هذه لا. اذا اشنو هو السبب؟ قبل ما نقول لك الجواب اسمع ليا. مورغان هاوسل كيقول بلي ان الثروه هي الفلوس اللي ما كتبانش. اما بالنسبه للطوموبيل اللي شفتي عند ياسين فراه هذيك راه ماشي الثروه، هي الفلوس اللي ما صرفتيش. الثروه هي انه يكون عندك الاختيار. مثلا الا جاتك فرصه ديال الاستثمار غتلقى راسك عندك الامكانيات اللازمه، وهذه كيبدا من واحد العاده بسيطه واللي هي انك ما تصرفش كاع الفلوس اللي كتربح. بدا من اليوم كل مره تبي تشري شي حاجه وقف لمده 5 ثواني وسول راسك واش غنشري هاد الحاجه حيت غادي تنفعني اولا غير باش نبان ناجح قدام الناس. وغادي تصدم بعد المرات اللي غادي تبدل فيها الراي ديالك. ودابا خليني نقول لك الفكره اللي بغى يوصل لك الكتاب، واللي هي ماشي المهم شحال كتربح، المهم هو اشنو كدير بديك الفلوس اللي كتربح. حيت الثروه ما كتبداش من الحساب البنكي، بالعكس هي كتبدا من العقليه ديالك. ودابا عندي لك واحد تحدي، من دابا حتى الفيديو الجاي كل مره غادي تبي تخسر فيها الفلوس سول راسك واش هادشي اللي غادي نخسر عليه فلوسي دابا واش غادي يقربني من الحريه الماليه اولا غير غادي يعطيني الفرحه لمده ديال 5 دقائق. وما تنساش تكتب لي في التعليقات واش انت بحال ياسين اولا بحال عمر، وشنو هي العاده الماليه اللي غادي تبدلها من اليوم. وما تنساش دير لايك واشتراك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. نهار حاز، مع السلامه.